السلام عليكم، مرحبا بكم معايا من جديد في اطباق زكية شانيل. اليوم في اطار شهوات رمضان نقدم معكم اقتراحات اللي سهله وسريعه. عندي هنا بالنسبه للتحليه خديت كاسرول وضعت فيها نصف لتر من الحليب، كنضيف ليهم 3 المعالق كبار نتاع مايزينا. كنخلط هذا الخليط جيدا وكنحتفظ به جانبا. هنا فوق النار وضعت كاسرول وضعت فيها كأس نتاع السكر وكنخليه حتى كيولي لي كراميل. نحاولوا في المرحله الاولى ما نحركوا الكاسرونه فقط، ما نطمعوش يعني بشي ملعقه باش ما يتحجرش لينا السكر حتى كنوصلوا لهاد المرحله. وكنبقاو نخلطوا كنحركوا حتى كنتاكدوا بلي داب لينا كاع داك السكر، وكنضيفوا عليه الخليط الاول نتاع الحليب والنشا بهذا الشكل. هنا تعمدت ما نسرعش لكم الفيديو باش تشوفوا بلي السكر في الاول كيتحجر، يعني ما تخافوش، غير يبدا الحليب كيسخن غيبقى داك السكر كيدوب. كما كتلاحظوا كنستمر هكا في التحريك حتى كتعقد ليا الكريمه بهذا الشكل. كنوضعها في كؤوس اللي غنقدموا فيها التحليه، ممكن تستعملوا اي نوع نتاع الكؤوس عندكم. غندخل هاد الكؤوس للثلاجه يبردوا مزيان ويتماسكوا. هنا في كاسرول وضعت كذلك نصف لتر من الحليب، ووضعت 4 المعالق كبار نتاع الدقيق و10 القطع نتاع الشوكولا اللي ممكن تعوضوها بجوج معالق كبار نتاع الكاكاو الحلو، او ملعقه كبيره مملوءه جيدا نتاع شوكولاته الدهن، يعني اللي متوفر عندكم. كنوضع الكريمه ديالي فوق النار حتى كتعقد وكنفرغها على الطبقه الاولى اللي حضرنا تاع الكراميل. هنا بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري، انا هنا زينت بالمكسرات والبسكويت اللي قطعتهم قطع صغيره. خديت القليل من شوكولاته الدهن وخففتها بشويه نتاع الحليب، حصلت على صوص نتاع الشوكولا وزينت بها الوجه بهذا الشكل. كتبقى هذه يعني مرحله اختياريه. وهذا هو الشكل نتاع التحليه ديالنا من بعد ما بردات، كتجي كريميه كتجي بنينه بزاف ورائعه. هنا غنقدم معكم حريشات بمذاقين. هنا بالنسبه للمقادير عندي نصف كأس نتاع الزيت، كأس غير مملوء نتاع السكر سنيده، كنحتاجو 2 بيضات، واحد الساشيه نتاع الكاكاو ما يعادل ملعقه كبيره، 2 خمارات نتاع الحلوى. غنحتاج كذلك قشور حامضه وقشور برتقال. عندي نصف كأس نتاع او ربع كأس نتاع الماء اللي وضعت فيه ملعقه كبيره نتاع قهوه سريعه الذوبان. وعندي هنا كأس نتاع الحامض يعني عصير حامضه، وكملت بالماء، كملت الملء نتاع الكاس بالماء. هنا في اناء كنكسر البيض كنضيف فيه السكر وكنخلط جيدا حتى كيذوب ليا السكر مع البيض. كنخلطو جيدا البيض مع السكر وكنضيف الزيت. هنا غنضيف واحد اليوغورت، نسيت ما ذكرتوش في المقادير، يوغورت بنكهه الفاني. وكنضيف داك العصير نتاع الحامض اللي ممكن تعوضوه كأس نتاع الحليب. كنضيف قبيصه نتاع الملحه وكنبقى كنضيف السميده بهذا الشكل بالتدريج. هنا ضفت الكأس الاول وضفت الخمارات وكنخلط. من بعد كنفرق الخليط على جوج بهذا الشكل. بالنسبه للخليط الاول غنكهو بقشره البرتقال وقشره الحامض محكوكين. كنبقى كنضيف
يعني سميدة بهذا الشكل. كنحصل على هذا القوام يكون شيئا ما خفيف. بالنسبه يعني النصف الثاني غنضيف داك ربع كأس نتاع القهوه سريعه الذوبان، وغنضيف ديك الساشيه نتاع الكاكاو، غنضيف الباقي من السميده بهذا الشكل. هنا كالمجموع خدات ليا 3 الكؤوس نتاع السميده. هنا غنستعمل هاد الليمون هادو، ليمون تاع ليكيش و ليمون تاع هاد الليمون الصغار. بالنسبه للخليط الاول غنوضعه في هذا المول، والخليط الثاني غنوضعه في المول الاخر وغندخلهم للفرن. هنا الفرن كنكونوا سخناه من قبل. بالنسبه للتزيين نتاع الخليط الاول اللي نكهناه بالبرتقال، عندي هنا كميه من التفاح اللي قطعتها مربعات ورشيتها بواحد الكيس نتاع الفاني. غنوضعها على الوجه بهذا الشكل، وغنضيف القليل من الجوز على الوجه. ممكن تضيفوا الزبيب اولا ممكن تضيفوا حبيبات الشوكولا، يعني اللي متوفر عندكم. كندخل الخلطه ديال الفرن، وهذا هو الشكل، يعني الشكل ديالهم النهائي. بالنسبه لهاد يعني لهاد الشكل زينته في الوسط بالكريمه اللي بقات ليا من التحليه، يعني الطبقه الثانيه من التحليه بقات ليا منها شويه الكريمه وزينتها بهذا الشكل، وبالقليل من الفراوله. ممكن تزينوا باي كريمه بغيتو، ممكن تزينوا بلا كريم باتيسير او كريمه البرتقال، يعني اللي متوفر عندكم. هنا كطبق رئيسي عندي هنا كميه من الدجاج اللي مقطعه، ضفت ليها الخرقوم، سكينجبير، الملح، القليل من الفلفل الاسود، وكنضيف كذلك القليل من قزبور حبوب مدقوق. غنضيف واحد الملعقه صغيره نتاع الموطارد، ومكعب نتاع ضومه ديال الزعفران، القليل من الزيت، والقليل من القزبر ومعدنوس مقطعين، مع 3 ديال الفصوص نتاع الثوم محكوكين، وواحد الحبه صغيره نتاع البصل محكوكه. غنخلط هاد المقادير جيدا، يعني غنحاول ندخل هاد التتبيله في الدجاج مزيان. كنضيف واحد الملعقه كبيره من العصير نتاع الحامض، وكنستف الدجاج ديالي في اللاطه اللي غندخل الفرن بهذا الشكل. هنا كنضيفوا واحد نصف كأس نتاع الماء، يعني غير القياس اللي طيب لينا الدجاج. مازال الدجاج يطلق لينا الماء ديالو. كنغطي اللاطه ديالي وكندخلها للفرن، كنخليو الدجاج حتى كيطيب، وكنعريو على اللاطه وكنخليو الدجاج ديالنا يتحمر. هذا هو الشكل النهائي نتاع هذا الطبق هذا. وهنا كنكون ساليت معكم الاقتراحات نتاع اليوم، كنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم وينجحوا معكم. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش توصلوا بكل جديد.